الفنان السوري الشامي الذي يعد واحدا من أبرز نجوم الغناء العربي الصاعدين يواصل تألقه في صيف 2025 بحفلات غنائية مميزة تشهد حضورا جماهيريا كبيرا وتفاعلا لافتا من معجبيه ومعجباته. خلال هذا الصيف أحيا الشامي عدة حفلات ناجحة، منها حفله في دبي ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، حيث اجتذب جمهورا ضخما. كما شارك في مهرجان العالمين الجديدة بمصر يوم 25 جويليا مع النجم تامر حسني، وحفل آخر في مهرجان الحمامات الدولي بتونس يوم 29 جويليا، حيث أشعل الأجواء بأدائه الحماسي وأغانيه مثل يا ليل ويا العين ودكتور، بالإضافة إلى ديو ملكة جمال الكون مع تامر حسني. المعجبات بشكل خاص يشكلن جزءا كبيرا من جمهور الشامي، حيث يتميزن بحماسهن اللافت، لكن هذا التفاعل يثير أحيانا جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرضن لبعض الانتقادات بسبب تعبيرهن العاطفي الشديد، مثل اقتحام المسرح لعناقه أو التقاط الصور. ومع ذلك يظل الشامي يتعامل مع هذه المواقف باحترافية وتواضع. في تونس دافع عن طفلة معجبة تعرضت لانتقادات بسبب بكائها في حفله، مؤكدا دعمه لها مما يعكس عمق علاقته بجمهوره. يستعد الشامي لجولة عالمية تبدأ في أوت 2025 تشمل المغرب العربي، الخليج، مصر، بلاد الشام، أوروبا، كندا، أستراليا والولايات المتحدة، مع إعلانه أن أكثر من نصف تذاكر الجولة بيعت قبل انطلاقها، دلالة على شعبيته الكبيرة.